وبيبدأ فيلمنا في أحد سجون الولايات المتحدة سنة 2012. وكان اقتصاد أمريكا في الفترة دي منهار ومستوى الإجرام ارتفع في البلد، فالسجون بقت مليانة بالمجرمين على آخرها. وفي شركات خاصة بتدير السجون قررت إنها تستغل الموضوع ده عن طريق عمل مسابقات للمساجين، وإنهم يعملوا مسابقات سباق عربيات أو قتال في الحلبة، وبعد كده بتعرضهم على الإنترنت عشان المشاهدات. بس مع الوقت الموضوع بقى ممل جدا ومش بيجيب مشاهدات، فقررت الشركات دي إنها تعمل سباق وتسميه سباق الموت، وبيكون أخطر سباق عربيات على مستوى العالم، واللي المتسابق فيه بيبقى معرض للموت لأنه لازم يموت أي حد يجي في طريقه علشان يوصل لخط النهاية. وبنروح لفرانك أخطر متسابق في السجن، وهو في السباق وبيحاول يوصل لخط النهاية، ولكن بيطارده شخص اسمه جو وبيحاول يسبقه بأي شكل، لدرجة إنه بيضرب عليه رصاص. فبيطلب فرانك من المساعدة بتاعته إنها تنزل من العربية، وبيحاول يوصل لخط النهاية لوحده، لكن للأسف جو بيضرب عليه قذيفة وبتنفجر عربيته وبيموت. وبنروح لأحد المصانع اللي اعلنت إفلاسها بسبب الاقتصاد اللي انهار، وبنلاقي مجموعة من العمال وهم بياخدوا حاجتهم وهم زعلانين، وبيروحوا عشان ياخدوا باقي حسابهم من الحسابات ويمشوا. وبيروح جيمس عشان ياخد باقي حسابه، فالموظفة بتديله فلوسه ناقصة، ولما بيعترض بتقول له إن الموظفين كلهم هيتحاسبوا بنفس الطريقة، ولو عنده أي اعتراض ممكن يروح يبلغ الشرطة. فبياخد جيمس الفلوس وبيسكت. وفي نفس الوقت بتيجي الشرطة واللي بتبقى فاهمة إن العمال متجمعين عشان يعملوا ثورة، وبتهجم عليهم وبنزلوا فيهم ضرب. وبيروح جيمس يطمن على واحد زميله، فواحد من رجالة الشرطة بيضربه، فبيتعصب جيمس وبيهجم عليهم واحد ورا التاني وبيتصدى ليهم كلهم وهو مش خايف. وبعدها بيروح جيمس البيت وهو متضايق جدا، وبتستقبله مراته وبتلاحظ على وشه الزعل، فبيقول لها انه صعب يلاقي شغل تاني في الظروف اللي بتمر بيها البلد. وبعدها بيدخل يلعب مع بنته الصغيره شويه، وبيروح الحمام علشان يغسل وشه. ولما بيخرج بيلاقي مراته واقعه على الارض وبيكتشف انها ماتت، وبيهجم عليه شخص وبيرش على وشه حاجه بتخليه يفقد الوعي، وبيعمل له حركه بايده زي حركه المسدس وبيسيبه يمشي. ولما بيفوق جيمس بيلاقي رجاله الشرطه محوطاه وبيقبضوا عليه بتهمه قتل مراته. وبعدها بيتحقق معاه وبنشوفه بعد 6 شهور وهو بيترحل على السجن، وبياخدوه الاوضه اللي هيعيش فيها. ولما بيدخل جيمس الاوضه بيلاقي 3 مساجين بيقوموا من اماكنهم عشان يضربوه ترحيبا بيه في السجن، وبيسمع الحارس صوت الضرب وبيرجع وهو مبتسم عشان يشوفه وهو مضروب زي اي واحد جديد. وبيتفاجئ ان جيمس ضرب ال3 مساجين وبيلاقيهم واقعين على الارض. وقتها بيفهم ان جيمس شخص مش عادي زي ما هو كان فاهم، وبيتضايق جدا. وتاني يوم بينزل جيمس عشان يفطر مع باقي المساجين، وبنلاقي ان في مجموعه بتتكلم عنه وبيقولوا انه كان متسابق عربيات مشهور جدا من سنين. وبعدين بتيجي مجموعه تانية من المساجين اسمهم مجموعه الاخويه، وبيحاولوا يستفزوا جيمس عشان يتخانقوا معاه. وبيجي شخص تاني وبيقول لهم ان جيمس قتل مراته بكل وحشيه، وان ما ينفعش شخص زيه يعيش معاهم، وبيهجم عليه. لكن جيمس بيقدر انه يضربه، وبيهجم عليه اكتر من واحد، ولكنه بيضربهم كلهم. وبيجوا الحراس عشان يسيطروا على الوضع، وبياخدوا رئيس الحراس عشان يقابل رئيس السجن، وبيقول له انه شخص شجاع لانه في اول يوم ليه قدر انه يضرب اخطر عصابه في السجن. وبيقابل جيمس هنيسي رئيس السجن، واللي بتعترض على سلوكه وبتقول ان كل المساجين عارفين القوانين. فبيقول لها انه عمل كده لانه عارف المسجون الجديد بيتعمل معاه ايه. فبتقول له انها عارفه انه كان متسابق عربيات مشهور، وبتعرض عليه عرض وبتقول له ان فرانك اشهر متسابق في السجن مات لكن محدش يعرف، وفاكرينه في السجن طول ال6 شهور اللي فاتت. وان من قوانين السجن اللي يدخل 6 سباقات من غير ما يموت يقدر يخرج ويبقى حر. وبتعرض عليه يحل محل فرانك لانه كان مقنع ومحدش يعرف شكله، وانه هيعمل كده لان فرانك كان مشهور جدا والناس بتحبه. وبتقول له انه فرانك دخل 5 سباقات قبل كده، وانه كان فاضل له سباق واحد ويخرج، وانه لو لعب السباق ده مكانه هيقدر يخرج. فبيوافق جيمس بعد ما بيفكر في الموضوع شويه، وبتقول له ان السباق بعد يومين وانه لازم يستعد. وبتاخده هنيسي عشان تعرفه على المجموعه بتاعه فرانك اللي كانت بتساعده في تصليح عربيته، وبيتعرف عليهم جيمس وبياخدوه عشان يشوف العربيه بتاعته، وبيعرفوه كل حاجه عنها وبتشتغل ازاي وطريقه استخدامها. وبعدها بيروحوا يقعدوا في الساحه وبيتكلموا مع جيمس عن المتسابقين اللي هيكونوا معاه في السباق، وانهم قتلوا ناس كتير قبل كده، وانهم قتلوا ناس كتير في السباقات اللي فاتت، وان اللي هاجم عليه من مجموعه الاخويه اسمه باتشينكو، وانه متسابق معاهم وبيحذروا منه. وبيجي يوم السباق وبيلبس جيمس القناع بتاع فرانك وبيتمشى في السجن مع الحراس، والمساجين بيشجعوه عشان فاكرين انه فرانك، وبياخدوه للمكان اللي هيتم فيه السباق. وبعدها كوتش المجموعه بينصح جيمس انه ما يتكلمش مع المتسابقين لان ده كان سر جاذبيه وشهره فرانك. وبنشوف مجموعه من البنات اللي جايين من سجن النساء عشان يركبوا العربيات مع المتسابقين، وبتركب كيس العربيه مع جيمس، وبتقول له انها عارفه ان فرانك مات لانها كانت دايما بتركب معاه، وبتقول له انه يقدر يقلع القناع لان ازاز العربيه بيمنع اي حد بره يشوفه. فبيقلع القناع وبيبدا السباق، وبتكتشف كيس انه سواق ماهر فعلا، وبتساعده انه يدخل من طرق مختصره
وبنشوف ان في دوائر في الارض مرسوم عليها اسلحه، وبمجرد ما المتسابق يعدي عليها بيتفعل السلاح ويقدر انه يضرب بيه باقي المتسابقين. وبنشوف جو وهو بيطارد فرانك طول السباق لانه العدو اللدود ليه، وبيحاول جيمس يضرب عليه اي سلاح لكن الاسلحه مش بتشتغل معاه، فبتساعده كيس وبترمي سلاح فيه بنزين على العربيه اللي وراهم، وبتخرج من سقف العربيه وبترمي عليه نار وبتنفجر العربيه. وبيشوف جيمس بتشينكو وهو في العربيه اللي جنبه وبيعمل له نفس الحركه اللي عملها المجرم اللي قتل مراته، فبيفهم ان هو القاتل. وبعدها بتنتهي الجوله الاولى ب6 متسابقين من اصل 9. وبعد السباق بيروح جيمس لهنسي رئيسة السجن وبيقول لها انه عرف ان بتشينكو هو اللي قتل مراته، وانهم عملوا كده علشان يدخلوه السجن علشان يحل محل فرانك. فبترفض هنسي انها تتكلم في الموضوع وبتهدده انه لو ما كملش السباق مش هيشوف بنته تاني، وانها هتتربى مع اسره تانيه وهيفهموها انها عيلتها. فبيوافق جيمس انه يكمل السباق وبيمشي، وبيقعد يتكلم جيمس مع الكوتش وبيحكي له اللي حصل، وان هنسي امر بتشينكو ان هو يقتل مراته علشان يدخل السجن ويكمل السباق مكان فرانك. فبيتصدم الكوتش وبيتضايق جدا وبيقول له ان هو هيساعده في اي وقت يحتاجه فيه. وبعدها جيمس وهو بيصلح العربيه بتاعته، واللي اول ما بيشوف بتشينكو بيروح وراه المكان بتاعه، واول ما بيدخل بيهجم عليه باقي افراد العصابه وبيسيطروا عليه. وقبل ما بتشينكو يضربه بيجي واحد من مجموعه جيمس وبيضرب بتشينكو في ظهره بحته حديده، فبيقدر جيمس ان هو يقوم يضربهم. وقبل ما يموت بتشينكو بيجي رئيس الحرس وبيكهربه وبيسيطر على الموقف. وبتبدا الجوله الثانيه تاني يوم وبتتحرك العربيات كلها بسرعه، لكن جيمس بيمشي ببطء وبيسال كيس لو ليها علاقه بموت فرانك. فبتقول له الحقيقه ان هنيسي طلبت منها انها تموت فرانك في مقابل انها تسيبها تخرج من السجن، فعطلت كل الاسلحه بتاعت فرانك. فبيفضل جيمس يتحرك بسرعه لحد ما بيعدي عربيه بتشينكو، وبيطلب من كيس انها ترمي قذيفه دخان عليه، ومش بيشوف بتشينكو حاجه قدامه فبيخبط في عمود وبتتقلب العربيه. فبيستنى جيمس كل العربيات لما تعديه وبينزل وبيطلع بتشينكو من العربيه وبيبص على الكاميرات وبيقتله قدام هنيسي عشان عارف انها بتتفرج كانه بيتحداها. فبتتعصب هنيسي من اللي عمله وبتبعت له مدرعه وبتطلب انهم يدمروا اي عربيه تيجي في وشهم. وبالفعل مش بيفضل غير عربيه جو وجيمس، وبيتكلم جيمس مع الكوتش بتاعه في اللاسلكي وبيطلب منه يوصله بعربيه جو، وبيتكلم مع جو وبيتفق معاه انهم يدمروا المدرعه وبعدين يكملوا السباق. وبيوافق جو وبتتقدم عربياتهم على المدرعه وبيقدروا يدمروها. وبتنتهي الجوله الثانيه بفوز 2 من المتسابقين جيمس وجو. وتاني يوم بتجمع هنيسي وكل المساجين في الساحه وبتتكلم معاهم في المايك، وبتقول لهم ان بكره هيكون اخر جوله في السباق اللي بناء عليها هيتحدد مين اللي هيفوز، جو ولا فرانك، وان فرانك لو فاز هيكون حر ويقدر يخرج من السجن. وفي الوقت اللي بتكلمهم فيه بيكون رجاله هنيسي بيزرعوا قنبله في عربيه فرانك بتشتغل بريموت كنترول. وبينتهي الخطاب وبيرجع المساجين اماكنهم، وبيروح جيمس لجو وبيتفق معاه على خطه انهم يقدروا يهربوا هما الاثنين من السجن في وقت السباق. وبيبدا السباق بالليل وبتبقى المنافسه قويه بين جو وجيمس، وبيضربوا على بعض نار كانهم مش متفقين على حاجه، وبيخبطوا بعض بالعربيات وبيتدمر الدرع الحديدي اللي في عربيه جيمس. وبعدها بيكلموا جو في اللاسلكي وبيقول له ان ده الوقت المناسب للهروب، وبيضرب جو قذايف كتير لكن جيمس بيتفاداهم وبتيجي في السور اللي قدام جيمس، وبيتدمر السور وبيقدر يهرب جو وجيمس وبيعدوا الجسر اللي بيوصلهم للمدينه على طول. وبتتصدم هنيسي من اللي حصل وانهم ازاي قدروا يهربوا بالسهوله دي، وبتجيب جهاز التحكم بتاع القنبله وبتحاول تفجرها بس مش بتنفجر. وبنعرف ان كوتش مجموعه جيمس هو اللي عرف مكان القنبله وبقت معاه. وفي نفس الوقت ده بيتفق جيمس مع كيس انها تلبس قناع فرانك علشان تخدع الشرطه لحد ما جيمس وجو يقدروا يهربوا من المكان. فبتوافق كيس لان بقالها شهرين وتخرج من السجن ومش هتتضرر في حاجه. وبينط جيمس من العربيه وبتجري كيس بالعربيه بسرعه وبتعمل نفسها بتجري من الشرطه والطيارات بتاعتهم، وبعدها بتقف بسبب القذائف الكتير اللي بتنضرب ناحيتها، وبتخرج من العربيه وهي لابسه القناع وبيقبضوا عليها على انها فرانك. وبيهرب جو وجيمس من المكان بامان. وبيروح رئيس الحراس لهنيسي وبيقول لها انه لقى الصندوق ده قدام السجن ومكتوب عليه هديه من احد معجبين هنيسي، وبتفتح الصندوق وبتلاقي فيه قنبله، والكوتش بيبقى معاه جهاز التحكم وبيفجر بيهم المكان. وبعد 6 شهور بنرجع لجو اللي بنلاقيه بيصلح عربيه في ورشته مع جيمس، وبيتكلم معاه انهم يقدروا يشتغلوا في ايه غير مشروعه ويجيبوا منه فلوس كتير، وان الشغل اللي بيتعبوا فيه احسن وامن كتير. وبتدخل عليهم عربيه جايه بمنتهى السرعه وبتفاجئوا انها كيس، وبتبسط جيمس لما بيشوفها وبيعرفها على بنته الصغيره، وجو بيعرض عليها انه ممكن يدخل بيها سباق عربيات في الشارع. فبيضحك جيمس وبيقول له ان السباق من الحاجات اللي صعب يستغنوا عنها. وبكده يخلص فيلمنا. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيلم جديد بنلخصه، واكتبوا لنا رايكم تحت في التعليقات، والسلام عليكم.